اهلا وسهلا بكم في قناة صلح على واطلب نفسك. النهاردة معانا فيديو جديد عن التلاجة عامة بجميع انواعها بغض النظر عن النوع. هنسمي بسم الله. طبعا التلاجة اللي معانا دلوقتي تلاجة كريازي 2 باب، تمام، فريزر والكابينة الداخلية. بعض الأسئلة اللي بتجيني على القناة كتير خالص، أنا بنظبط التلاجة على كام في الشتاء وكام في الصيف. أنا عايز أقول لك على حاجة، قصة إنك أنت كام شتاء وكام صيف. لو نلاحظ هنا التلاجة معايا على 1، تمام. أنا المطلوب عندي في التلاجة أول حاجة ما نلاقيش هنا كمية تلج رهيبة، يعني بتبقى ملامح اللوحة دي بتبقى ظاهرة معايا عشان اعرف ان تلاجتي شغالة صح وسليمة. نلاقي ملامح اللوحة هنا شغالة معايا، ونلاقي تلج هش خفيف، يعني انا لو عملت التلج كده هو يطلع معايا مش تلج تراكمي. وطبعا فتحة التصريف دي ما ننساهاش، عملنا عليها فيديو قبل كده عشان التلاجة ما تاكلهاش البرومة. طيب ايه قصة الترموستات معايا؟ الترموستات انا المطلوب من التلاجة، انا كعميل ايه اللي انا محتاجه من التلاجة؟ تبريد تحت يكون شغال 100%، ما عنديش اي حاجة بتبوظ، ما عنديش اي حاجة بتفسد داخل التلاجة. وفوق في الفريزر يكون التجميد شغال معايا كويس، ما فيهوش اي مشاكل. طيب ايه قصة السرموستات؟ السرموستات بينظم وقت العمل للتلاجة، بينظم وقت العمل للتلاجة. يعني واحد يقول لي انا المفروض التلاجة مثلا، انا عندي تلاجة كريازي، عندي تلاجة توشيبا، ايا كان المسمى او نوع التلاجة، المفروض تشتغل قد ايه وتفصل قد ايه؟ طبعا دي ما تتحسبش ابدا، وما فيش سيستم معين لاي تلاجة بالكلام ده، لاني بيعتمد على فتح وغلق الباب. هل انا بنفتح الباب كتير ولا بنسيب الباب مقفول فترة؟ يعني في ناس بتستخدمها دايما للمية، بيبقى فيها زجاجات المية، بيفتح كل شوية في الصيف، نفتح ناخد ازازة مية، نرجع نشرب ونحط الازازة في التلاجة تاني. طبعا ده هو كله برضه هيأثر على التلاجة كشغل. طبعا انا طالما الباب مفتوح معايا، التلاجة هتبقى صعب انها تفصل، وهتبص تلاقي عملت معايا هنا تلج كمية رهيبة، هتعمل معايا كمية عالية هنا كده. انا تلاجتي ما بتفصلش. انا عندي هنا التلاجة مجرد ما انا بنشغل بنبص نلاقي التلج بدأ ايه يلسك كده في الايد، يبقى انا كده تلاجتي شغالة معايا سليمة 100%. طبعا دي مش حبيب، دي مش مية، دي حبيبات تلج اهو، كل اللي قدامي ده هو حبيبات تلج. طيب نرجع الموضوع السرموستات. انا بفضل اخلي تلاجتي مدام شحنة الشركة، بفضل اخليها صيف شتاء على 1. طب ليه يا هندسة بنخلي انا صيف شتاء على 1؟ في الصيف قليلة خالص 1، قليلة خالص. انا بنحكم عليها من التبريد داخل التلاجة. يعني انا في الصيف عامل السرموستات على 1، وبنبص نلاقي الحاجة شغالة معايا، مفيش اي حاجة بتبوظ، المية بتسجع، اموري تمام، مفيش اي حاجة. الاكل بنحط الاكل محافظة عليه التلاجة، مفيهوش اي مشاكل. يبقى انا كده خلاص ما يلزمنيش اي حاجة من التلاجة. ليه طيب انا بنختار 1؟ لاني على 1 التلاجة الماتور بيفصل اكتر وبيرتاح اكتر. كل ما تعلى التلاجة بنزود عدد ساعات العمل، بنزود عدد ساعات العمل. يعني انا السرموستات هنا على 1 المفروض، وانا قافل التلاجة كفرض مثال ليست واقع، ان انا مثلا التلاجة بتشتغل معايا 10 دقايق وبتفصل تريح 3 دقايق، ترجع تشتغل 10 دقايق وتريح 3. طيب لا، انا رحت مزود بدل 1 خليت السرموستات على 2 او على 3 4 ايا كان. فانا كده الموتور بدل ما هو بيشتغل 10 دقايق وبيريح 3، هيرجع يشتغل مثلا ايه ساعة الا ربع ويريح 5 دقايق. فانا كده زودت عدد ساعات شغل الموتور، انا بالتالي ما بحافظش على الموتور. اهم حاجة انا عشان التلاجة تعيش معايا 50 سنة ما ندورش عليها لا في شحنة غاز
ولا موتور يتحرق مني ولا اي حاجة، عندك حاجتين هتاخد بالك منهم. اول حاجة عند انقطاع التيار الكهربي عن المنزل، اول حاجة تعملها اي جهاز تبريد وتكييف تروح فاصل عنه الكابل بتاعه تماما من الكهرباء. ما بنسيبش، لان احيانا التيار بيجي شديد اشد من 220 وده هيأثر معايا على الموتور. تاني حاجة واهم حاجة حفاظا على الموتور، الموتور ده هو ما ينفعش يشتغل معايا 24 ساعة في 24 ساعة. المفروض عندي الموتور بيريح، ما ينفعش يشتغل معايا 24 ساعة في 24 ساعة. معنى ان تلاجتي بتطلع نفس الصوت ده على طول وما بتفصلش، يبقى انا كده التلاجة معايا فيها مشكلة. هنبدأ ندور. كنا فيديو على حساس السيرموستات قبل كده ازاي هتصينه، تمام؟ لو رجعت للكلام ده هو، وعملنا فيديو 2 و3 عن سيرموستات التلاجة. طيب يا هندسة انا عندي التلاجة صوتها واطي، ما بنعرفش اذا كانت التلاجة بتفصل ولا ما بتفصلش. تلقائيا يا معالي الباشا طالما انا عندي بنقفل الباب بالشكل ده، الجوانات قافلة معايا اهو، الجوان قافل معايا خالص ما فيهوش اي تسريب، يبقى انا اللي هندور عليه حاجة واحدة بس. مادام انا الجوان بتاع الباب كله مطبع معايا على العتب هنا ومفيش اي فتحات لا هنا ولا هنا ولا في الجناب الاربعة، انا بنبص دايما على اللوحة دي. لو لقيت كمية التلج عالية كده هنا هو، يبقى انا كده عندي مشكلة في السيرموستات، التلاجة دي ما بتفصلش. لو لقيت قشرة هش كده خفيفة، طالما اتدارت معاك معالم اللوحة دي، يبقى انت كده عندك حاجة خطأ في السيرموستات. او في الجوان بتاع الباب لو هو مفتوح برضو السيرموستات مش هيفصل لو في عندي تهوية. وكده احنا حددنا ازاي انت هتختار درجة الترموستات، هتخلي الترموستات على ايه زي ما انت حابب. زي ما فهمتك انت خليها على اقل حاجة، لان دي بتدي اطالة عمر موتور التلاجة. طالما انا التلاجة مبردة معايا لا داعي انك انت تخليها على 2 و3 و4 و5 والكلام دوت. انا كل اللي محتاجه من التلاجة ان شاء الله حتى تكون متشالة من التيار الكهربي وبتسجع لي الحاجة، انا مش عايز اكتر من كده تاني، انا مش عندي حاجة. انا كل اللي انا عايزه منك كجهاز ان انا الحاجة بتاعتي تبقى متجمدة فوق في الفريزر هنا، وتحت تبقى واخدة وضع التبريد. وكده احنا نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. لو عجبك الفيديو ما تبخلش علينا باللايك، ولو اول مرة تشوفنا ولسه مشتركش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا. سلام.